السلام عليكم احبائي واصدقائي في كل مكان، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين. النهارده عندي بس رساله لاداره النادي الاهلي، يا ريت الناس كلها تعمل شير عشان الفيديو ده يوصل لهم ويوصل لناس كتير وعدد كبير من الاهلاويه ومن اداره النادي الاهلي ومن الناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتخاف على النادي الاهلي. طبعا كلنا شفنا الهزل التحكيمي في مباراه الزمالك امس. ناس كتير قوي قالت ان ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، منهم كابتن حازم امام كان بيناقش الشناوي فيها وبيحاول يعني يجادله في حاجه يعني الناس كلها شايفاها ان هي ما فيهاش اي حاجه. ما علينا بالتحكيم اللي لصالح نادي الزمالك، انا مش هتكلم عليه، براحتهم اللي هم شايفينه يعملوه معاه، ولكن النادي الاهلي في مبارياته المهمه لازم يحط حد للموضوع ده. مفيش حاجه اسمها بيانات بقى والقصص اللي احنا بنعملها ديت وكل شويه انزل بيان ومحدش بياخد بيه. اللي اسمه فيريرا ده مش عايز يجيب حكام اجانب للنادي الاهلي او في الدوري المصري او في المباريات المهمه. لما النادي الاهلي بيطلب، احنا مش عايزين يا عم حكام اجانب، ولكن النادي الاهلي لازم يكون صارم في كل قرارات الاتحاد ضده او التحكيم خصوصا ضده. مباريات الكاس اللي جايه لسه في دور 32 ودور ال 16 دور الثمانية. انا بتكلم من دلوقتي اهو عشان خاطر المباريات اللي جايه صعبه على النادي الاهلي تحكيميا وليس كرويا. انا عارف النادي الاهلي الحمد لله السنه دي غير السنه اللي فاتت واللي قبلها. السنه دي الفرقه كلها فايقه، كولر عامل معاهم شغل ولا اروع من كده، مخلي الاحتياط زيه زي الاساسي، وهو ده اللي فارق مع النادي الاهلي في الروتيشن اللي بيعمله. غير كده ما كانش زمان النادي الاهلي في المركز او في البطوله الافريقيه قدر يوصل للنهائي وياخد البطوله عن جداره. الدوري المصري كمان ماشي فيه كويس قوي، عايزين نكمل كمان في الكاس عشان ناخد البطولات كلها اللي جايه. يا ريت يا جماعه، يا ريت الناس شير ولايك وسبسكرايب للي بيشوفني لاول مره. معاك اخوك محمد رضا من ملعب الهداف او محمد الصيفي. اشوفكم على خير وان شاء الله انتظروا مني فيديو على النادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله والصفقات الجديده كمان. السلام عليكم.